أشغال ملعب ابن بطوطة مستمرة. إزالة المقاعد القديمة وإضافة مدرج جديد للجماهير. تتواصل أشغال إعادة تهيئة وتوسيع ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بخطى ثابتة، حيث شهد هذا الأخير تحولات جذرية تسعى إلى تحسين تجربة المشجعين ورفع طاقته الاستيعابية. وتشمل أهم ملامح هذه الأشغال تغيير الوجه الجمالي للملعب بشكل كامل، حيث تمت إزالة جميع المقاعد القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، وتغيير لونها السابق الذي كان يجمع بين الأصفر والأزرق، حيث من المرتقب أن تعزز هذه الإصلاحات من جاذبية الملعب وتجعله مكانا مميزا لاستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية. وقد انطلقت الأعمال بهذا الورش قبل 20 يوما، حيث تجري الأشغال بوتيرة سريعة، مما ينبئ بتحقيقها في وقتها المحدد البالغ 1.5 سنة. بالإضافة إلى ذلك سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 90,000 متفرج من خلال إضافة مدرج جديد يحل محل حلبة السباق الزرقاء التي تم حذفها بالكامل، حيث سيتم بناء هذا المدرج بعمق يتجاوز 4 أمتار لتوفير مزيد من المساحة للجماهير وضمان رؤية ممتازة للأحداث الرياضية. وتعكس التحسينات المذكورة للملعب تطلع الجهات الوصية إلى تقديم منصة حديثة ومريحة للمشجعين والجماهير، وذلك من خلال تغطية الملعب بغطاء حديدي واق من العوامل الجوية، والذي تم استيراده من كوريا الجنوبية وبلدان أخرى. وسيتيح هذا الغطاء إقامة الفعاليات في أي وقت من السنة دون تأثرها بتقلبات الطقس.